آه طيب، الدارج في العربيات اللي احنا بنتكلم عليها النهارده او زي اللي هنتكلم عليها النهارده ان دي عربيه ناس باشوات. باشا داخل يدفع رقم محترم. فاللي بيحصل على مر العصور ان هو ما بياخدش حاجه. الباشا ده ما بياخدش عروض، ما بياخدش مميزات، عادي. انت راجل بتدفع بفلوسك وبتاخد عربيتك وتمشي. لحد ما جه سمير ريان غير مفهوم البشوات في مصر. قال لك اللي هياخد العربيه اللي بنتكلم عنها النهارده دي هياخدها بدون فوائد نهائيا، وبدون مصاريف اداريه، وكمان عليها تامين هديه. انت متخيل يعني ايه بدون فوائد لو قسطت العربيه دي؟ خصوصا بقى طبعا ان المحبين ومستخدمين العربيات دي هم من نوعيه رجال الاعمال واصحاب الانشطه التجاريه وكده، فيهمه جدا انه يدفع مبلغ قليل وياخد بيه العربيه، وكمان ما يدفعش فوائد. ده يا نهار ربحيه. ماشي، تعال نتعرف على عربيتي النهارده، وهي الايقونه الجديده بتاعت مرسيدس اللي اول مره السنه دي تنزل، اللي جمعت ما بين السي. هو انا عشان قلت اسمك خلاص انا ما اقصدش، انا بشرح حاجه. طيب خلاص ماشي. جمعت ما بين السي كلاس الكوب والاي كلاس الكوب. كنت عملت عنها فيديو قبل كده مع سمير ريان، هتلاقوه على المنصات الرسميه لاوتو سمير ريان، ممكن تدخلوا تشوفوه. فيديو سريع كده قاعد دقيقه بس لخص العربيه خالص. النهارده انا مش جاي الخص، النهارده انا جاي اكلمك عنها، اكلمك عن جمالها، اكلمك عن شياكتها، اكلمك عن ادائها. وزي ما انا قلت في الفيديو بالظبط ان العربيه دي مرسيدس قدمتها لعشاق التميز وعشاق السيارات الرياضيه. وانا قاصد بالحرف زي ما بقول كده، عشاق التميز. انا عايز ابقى متميز، عايز ابقى في حته تانية، عايز اخش كده ما بين اهلي وناسي واصحابي، او اخش اي مكان. محمد وصل اهو، خلاص معروف محمد من عربيته، فاهمني؟ معروف خلاص. انا عايز اخش كده، وصل اهو بيركن قدامه اهو، فاهم؟ بعكس ما اي حد تاني يخش باي عربيه تانية. فهي بتخاطب الفئه دي. ميزه العربيه دي ان هي حجمها ممتاز جدا. نازله بالموتور الكبير بتاع الاي كلاس اللي بيدي اداء مميز. الموتور ال 2000 سي سي التوربو بيطلع في نسخه السي ال اي 200 بيطلع 197 حصان. قول يعني خلاص داخلين على 200 حصان. في النسخه اللي فوق كده اللي هي السي ال اي 300 بيطلع 256 حصان. انتوا عارفين انا دايما لما باجي اعمل فيديوهات بيبقى فيه جزئيه كده مخصصه لوسائل الامان والسيفتي فيتشرز، وبصراحه عيب قوي يعني عيب قوي يعني لما اكون راكب مرسيدس واجي اكلمك عن السيفتي فيتشرز واقول لك لا دي فيها عدد ايرباجز كذا وبتاع. ده خلاص احنا عدينا المرحله دي يعني. العربيه بتنزل بالموتور ال 2000 سي سي زي ما قلنا. الفتيس المتوصل بالعربيه دي هو فتيس 9 نقلات. عايز اقول لك ان انت بتبقى ماشي بالعربيه على 160 170 والار بي ام على 2.5 عادي جدا يعني. هو ولا شغله اي حاجه انت بتعملها، فاهمني؟ الشاشه الكبيره الجديده بتاعت مرسيدس برضو نزلت في العربيه دي. الشاشه دي بمقاس 15 بوصه، ودي يعتبر اكبر شاشه بتتقدم في عربيه كوب. تمام. فيها طبعا بتدعم الكاميرا 360 درجه. فيها الامبيانت لايت الشهير بتاع مرسيدس بيتغير لالوان كتير جدا. فيها الميموري سيت والكراسي الكهرباء. فيها السماعات او الساوند سيستم البورمستر الشهير. فيها برضو شنطه كهرباء يا جماعه، وهتتفاجئ هنا من حجم الشنطه. تتكلم في حجم شنطه محترم قوي على عربيه بالديزاين ده بان هي كوب. تمام. كمان فيها لقطات مميزه جدا. بص سماعه في الباب، بص الحزام بيخرج كده وبيطلع لك من مكانه. بيسهل عليك يعني. هو بيقول لك تعالى خد ايدك، مد ايدك يا حبيب قلبي، مد. فاهمني؟ فجميل جدا، شكله شيك جدا وجميل جدا. العربيه نازله ب اي ام جي نايت باكج، ونازله بالديجيتال لايت ال اي دي، ونازله زي ما قلنا بكاميرا 360 درجه. ستارت ستوب انجن وكيلس انتري وفتحه سقف بانوراما والسنسورز الاماميه والخلفيه. الجلد يا جماعه كمان في يعني تقدر تختار ما بين الوان جميله جدا. عندك الاحمر اللي انا قاعد فيه ده تحفه، انا حبيته جدا. وحتى اخترت العربيه دي ان انا اقعد واصور فيها من كتر حبي في لون الفرش بتاعها. جامد 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 يعني. تمام. عندك كمان في فرش البيج، وعندك الفرش الاسود،
كلهم جامدين، بس احلى واحد الاحمر ده تحفه بصراحه. سمير ريان بيقدم العربيه دي في زهوتها كده وهي لسه جديده كده، بالوانها زي ما قلت المميزه، والوان الفرش المميزه، وفرايتي كتير، وممكن تختار نسخه ال 200 او نسخه ال 300 براحتك، عنده اختيارات مميزه. والميزه الاكبر ان هو موفرها في الفروع، يعني انت تروح الفرع بتاعه سواء فرع مدينه نصر او فرع الشيخ زايد، هي موجوده حاليا في الفرعين دول، تروح الفرع تلاقي العربيه واقفه بالوانها، يعني بتتفرج على الالوان قدام عينيك، مش لسه زي ما تروح مكان تاني او ايا كان، يعني يقول لك ده انا هجيب لك الوانها من المخزن، ده انا هجيب لك مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. ده هي واقفه والالوان اخوات بعض، واقفين اخوات كده جنب بعض مرصوصين. اجمل ان هو لو هتشتريها كاش موفرها بسعر كاش خيالي خيالي مش موجود في مصر. ناس كتير تنخدع في التصميم، انا عارف ان التصميم والعربيه ومواصفاتها وبتاع توحي لك ان هي غاليه جدا. لا هي مش غاليه، لا طبعا انا بكلم ركيب مرسيدس عشان محدش يعني عشان انا فاهم يقول لي ما هو كله غالي، بس انا بتكلم حد هو فاكر ان العربيه دي بالديزاين ده بالمواصفات دي، لا ده انا كده لا، عادي خالص. عربيه سعرها فوق السي كلاس وتحت الاي كلاس، يعني عادي، ما هي اصلا كده كده خلاط ما بينهم، انت فاهم، فبرضه خلاط في السعر، هي في النص، ودي حاجه كويسه. الاحسن بقى انها عند سمير ريان بسعر مميز جدا 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 جدا، باقل سعر موجود في السوق دلوقتي بصراحه، يعني مع ان العربيه دي متوقع انها تحقق نجاح عالمي، مش بكلمك في مصر بس، في مصر هتحقق نجاح كبير باذن الله. فهو قال لك انا هجيب له الوانها واجيب له حاجاتها عشان يخش كده ينقي، عشان يبقى هو واخد اول قطفه في الاول كده. ما انت عارف اصل عربيات مرسيدس دي دوشه، يعني ايه يا ماما وربنا ما اقصد، انا لما بجيب اسمك انا ما بقصدش ان انا عايزك في حاجه، ارحمينا خلينا نكمل كلامنا ماشي. فالعربيات دي بلاش بقى نقول اسم الشركه بتبقى خلاص هي معروفه كده، يعني انت خلاص معروفين هم الناس، يا بركب السي ويقول لك اصل سي 180 وسي 200 دول اعلى حاجه بتبيع، يا اما بركب الاي كلاس الاي 200 والاي 300 والكلام ده. فدي بقى اللي واخده لسه حته كده، محدش ايه ده يا عم، ده ايه التصميم ده، ايه تصميم الشنطه ده، مختلف عن اي عربيه من عربيات مرسيدس، ايه ده، ايه الجمال ده والحلاوه دي والديزاين الجميل ده. مع كل اللي اتكلمنا فيه ده بقى كوم، واللون المط في العربيه دي كوم تاني خالص، مش عارف بحسه شرير كده، بحسه مش ايه يا جد يعني، فاهم، يخضك كده، ممكن يخش مكان ايه يعمل قلق، عامل قلق كبير قوي. لون غريب غريب جميل جدا 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 جدا. طيب يا سيدي انا كده غالبا خلصت، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، يعني نحاول نستمر شويه في الفيديوهات عشان الوقت ضيق جدا. اشوفكم في فيديو جديد، ومحمد الباشا كان معاكم. تقدر حضرتك تتفضل دلوقتي، اتفضل سلام.